أيها السادة والسيدات، سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم جميعا مباشرة من ملعب المسيرة في مدينة أسفي لمتابعة مباراة الجولة 19 من الدوري الاحترافي لكرة القدم بين نادي أولمبيك أسفي والشباب الرياضي السلمي. مباراة هامة للوسيس الذي يرغب في تسلق الدرجات والوصول لمحطات مهمة في مسار سيكون صعب فيما تبقى من جولات البطولة الوطنية. والشباب الرياضي السلمي المنتشي بانتصاره الأخير أمام الوداد يرغب في تقديم عروض أفضل اليوم في هذه المباراة أمام أولمبيك أسفي، ولما العودة بانتصار سيكون ثمين وسيبعد عنه مخاوف الدخول في حساباته وفي غنى عنها فيما تبقى من جولات البطولة الوطنية. أولمبيك أسفي شباب الرياضي السلمي محطة مهمة جدا من محطات الجولة 19 للبطولة الوطنية لكرة القدم. محمد زرزي وحكم هذه المباراة هو من يتولى قيادة هذه المواجهة. الرسالة اللي شفناها لجماهير لوسيس باللغة الصينية بينكانغ تعني التوازن، ليكيليبر ما بين مجموعة من المعطيات. يعني هذا فحوى الرسالة التي يبعثها كل مناصر مسفيوي. من هو الطرف الذي سينال الانتصار الثمين في هذه المباراة وفي هذا الموعد؟ هنا التغطية الإمكانية، كان خطأ في الإبعاد، ما زال الإصرار من المالي. ديارا في منطقة الجزاء نحو السمكي يبحث عن هدفه الأول في البطولة الوطنية. تمريرة من عبد الله ديارا. 13 مباراة هذا الموسم، 10 مباريات منها كرسمي، معدل 79 دقيقة في كل مباراة لعبها. 3 أهداف للمالي مامادو ديارا، واحد من العناصر المهمة جدا. كرة من فرجي مجاهد في خط الوسط. التحول من جديد لنادي أولمبيك أسفي والبحث عن كرة عرضية من فرجي في منطقة الجزاء. كرة بالراس كان بالإمكان وأنه يكون هدف أول في هذه المباراة. وليد غيلوف يرتقي بالراس يسدد الكرة، لكن تذهب بعيدا عن مرمى الحارس حسن الدغمي. ربما ممكن اعتبارها أفضل فرصة. شباب الرياضي السلمي يونس في منطقة الجزاء، كاد أن يكون هدف بنيران صديقة في الكرة الماضية لولا تدخل الحارس ببراعة. حسن الدغمي يبعد الخطر عن مرماه ويبعد الخطورة عن شباب الرياضي السلمي. فرصة أخرى تطل لأولمبيك أسفي في الدقيقة الأخيرة. ينهي الجولة الأولى يا سادة بين أولمبيك أسفي وشباب الرياضي السلمي بتعادل السلمي 0 مقابل 0، على أمل وأن يكون هذا أفضل في الجولة الثانية. زكريا عبوب تبنى ورقة الهجوم، ومحمد بن شريفة أمن بضرورة تنظيم الصفوف وتثبيت أقدام اللاعبين في الجولة الأولى من هذه المباراة وتفادي أي هدف، ويراهن على الهجمة المرتدة، وذلك كما اتضح منذ انطلاق هذه المباراة. كرة من وليد غيلوف يلعب كرة للأمام ليونس. يونس إمكانية للتوغل من الطرف الأيسر، رجال الدعم. كرة في منطقة الجزاء وتدخل المتابعة في القائمة الثاني مبعدة من دفاع الشباب الرياضي السلمي. أول اختبار في المباراة، أول اختبار في المباراة لنادي أولمبيك أسفي في الجولة الثانية. كرة لعبت كرة لكاساك عبد الرحمن كاساك يرجع خطوات للوراء. مساحة لوسيس عبر نميرات. الانطلاقة لأولمبيك أسفي وإمكانية البناء والفرصة في منطقة الجزاء نحو غيلوف محاصر. غيلوف مراقب في الكرة الماضية ضاعت منه، تتحول يونس أخي من الجهة اليسرى. يونس والتغطية ومن جديد عبد الرحمن كاساك يبحث عن نقل الكرة نحو المالي. عبد الله ديارا عبد الرحمن كاساك في منطقة الجزاء. كرة ممتازة جدا والتغطية، مازال الإمكانية. عبد الله ديارا في منطقة الجزاء محاصر من طرف لاعبين. وصل كورته في منطقة الجزاء، الإمكانية للمراوغة والفرصة للتسديدة والإصرار حاضر والتسديدة هذه المرة لكن بعيدا عن مرمى الحارس حسن الدغمي. الكرة تشوف البداية وانطلاقة الهجمة من كساك، هذا الرقم 10 يعني يوصل الكرة لمنطقة الجزاء. أصحابي لأولمبيك أسفي عبد الله ديارا يقل مساحات من جالسة. عبد الله يمرر كورته نحو غيلوف رجع فرحاني من جالسة، فرحاني نحو ابراهيم في منطقة الجزاء. ابراهيم المتابعة من بالراس.
كاساك 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 والهدف من المالي ديارا، من المالي عبد الله ديارا. كاساك في الاسيست وديارا في الختم، والهدف الاول يا ساده في هذه المباراه. تصبح النتيجه هدف لصفر للأوسيس امام الجي اس اس، وفرحه وفرحه لمناصري اولمبيك اسفي بهذا الهدف الجميل والجميل جدا. متابعه ومتابعه من عبد الله ديارا، اصر واصراره قادوا للوصول للمرمى، قادوا لتحقيق المراد وتحقيق هذا المكسب العمل الكبير من ابراهيم الحراوي. ابراهيم لكاساك في الاولى والمتابعه في الثاني من عبد الله ديارا، لتصبح النتيجه يا ساده هدف لصفر لاولمبيك اسفي. هدف يسعد المناصرين. فيما شباب رياضي السلمي 18 نقطه، مركز الرابع عشر، كره في منطقه الجزاء، امكانيه التحضير، الحكم يمنح امتياز اللاعب. كره من كاساك، كاساك يسدد لكن بعيدا، وفسح مجال لاجراء تغييرات حمزه بالواد وكمال القراع. كرة على مستوى الخط الدفاعي لشباب رياضي السلمي، الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع. الشباب أمامه دقيقتين إن أراد تسجيل هدف التعادل، وأولمبيك أسفي أمامه دقيقتين إن أراد أن يحتفل بالانتصار المهم جدا عن هذه الجولة، الجولة 19 من البطولة الوطنية. كرة لشباب رياضي السلمي من جانب من الخلف منطقة الجزاء، المتابعة والإمكانية، المتابعة والإمكانية والفرصة لشباب رياضي السلمي الذي يلهث وراء الهدف الذي يتابع. الكرة في منطقة الجزاء لكن مبعدة، تعود مجددا التسديدة وتدخل من دفاع الأوسيس. شباب رياضي السلمي ينقل الخطر لمنطقة أولمبيك أسفي، يراهن على هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. كرة في منطقة الجزاء، المتابعة كانت ممتازة جدا من محمد الخلوي في القائمة الثانية. محمد الخلوي كان بإمكانه أنه يوقع هدف التعادل بقليل قليل قليل من التركيز والحد في الكرة الماضية. يلعب كرة مباشرة نحو إيشاران في منطقة الجزاء. إيشاران ينقلها من جاليسرا مع تميز إيشاران يوصلها من جاليسرا، والحكم يقول واصل اللعب، لا وجود للخطأ تماما في الكرة الماضية. وهنا الحكم ينهي المواجهة بتفوق أولمبيك أسفي على شباب رياضي السلمي بهدف مقابل لا شيء. هنيئا لنادي أولمبيك أسفي، وعرض لك حد أوفر لشباب رياضي السلمي